نورتينا وشرفتينا يا جماعة، هو احنا بقينا في مهرجان تكريم ولا في عرض أزياء بحر؟ امبارح الفنانة مونيكا روبرت ظهرت في مهرجان ذا روك الدولي، وبدل ما الناس تتكلم عن الجايزة اللي خدتها، كله اتكلم عن الفستان اللي لبسته، أو بالأصح ما لبستوش. الفيديو بتاعها انتشر على السوشيال ميديا زي النار في الهشيم، وفجأة كل الناس بقت لجنة تحكيم. فيه اللي بيقول إيه الجمال ده، وفيه اللي بيقول دي مش حفلة تكريم، دي حفلة تجريد. الفنانة كانت طالعة واثقة جدا، ماشية بخطوات واثقة كأنها داخلة حرب مش مهرجان. لكن المشكلة إن الفستان كان محتاج جايزة شجاعة لوحده. ناس كتير سألت، هو التكريم على التمثيل ولا على الجرأة؟ وواحد كتب في الكومنتات، دي لو اتكرمت تاني كده المهرجان هيحتاج رقابة من الداخلية مش لجنة فنية. الطريف بقى إن بعض الصفحات كتبت إن مونيكا كانت بتقول أنا فخورة بنفسي وبالستايل اللي اخترته، بس الجمهور رد وقال فخورين بيكي، بس مش عارفين نبص فين بالظبط. وبين الهجوم والدفاع، المهرجان نفسه طلع بيان صغير بيقول إنهم مش مسؤولين عن اختيارات اللبس الشخصية للفنانين، بس واضح إنهم محتاجين يضيفوا في الدعوات جملة كده بسيطة: الرجاء الحضور بملابس تغطي الإنسان بالكامل، احتقيه. مونيكا روبرت فنانة مصرية شابة، بدأت مشوارها في مجال عروض الأزياء قبل ما تدخل عالم التمثيل. شاركت في كذا عمل درامي وسينمائي بأدوار صغيرة، لكن دايماً بتلفت الأنظار بإطلالاتها الجريئة والمثيرة للجدل أكتر من أدوارها الفنية. يعني باختصار، هي من النوع اللي بيعمل ترند أسرع من أي مشهد تمثيل، احتقيه. أما مهرجان ذا روك الدولي فهو مهرجان فني بينظم سنوياً وبيهدف لتكريم المبدعين في مجالات السينما والموسيقى والإعلام. المهرجان بيجمع فنانين من كذا دولة، وبيتقال إن هدفه نشر الفن والثقافة، بس بعد اللي حصل امبارح واضح إنهم نشروا أكتر من الفن. نورتينا وشرفتينا ومتعتي بصراحة. اتفضل. سقف كبير